وفي مشكلة منهجية في طريقة الدكتور سعد الهلالي في عرضه للآراء. هذه المشكلة المنهجية أنه يتكلم بشيء يناقض أوله آخره وآخره أوله. الأستاذ بيقول أصل ده حق، ومن كونه حق يجوز التنازل عنه. طب ما هو ده بيحصل في كتير من العائلات دلوقتي، وبيحصل من 1400 سنة، إن الأخ بيقول أنا ليا 2 مليون من التركة وأنت ليكي مليون، لكن انا شايفك محتاجة، خدي مليون اهم، انا هاخد المليون وانت خدي 2 مليون. ده تراحم وعيلة وكذا الى اخره. طب وده ايه، واجب ولا جائز؟ ده يجوز. طيب ده مش مطبق ولا مطبق؟ هل القانون المصري يأتي ويمنع الهبة؟ لا ما يمنعش، بس القضية مش كده. ده يجب، ده غصب عنه هتتاخد منه. ده يجب انه ندي ده 1.5 مليون وده 1.5 مليون، ما ينفعش. فإذا احنا بنتجاوز النص بشيء من صياغات ملفوفة. وربنا سبحانه وتعالى وجه أهل الكتاب في هذا الشأن: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ليه كده؟ أصل في فرق بين معنى الكلام وبين مردود الكلام. انت طالع علشان اللي بيسألك بيسأل عن التساوي المطلق بين الرجل والمرأة، فتيجي قايل الكلام ده اللي فيه تراحم علشان محدش يعرف يصيدك ويمسك عليك حاجة، وفي النهاية يقول بيك الكلام إلى أنه يجب. طب انت بدأت بيجوز، بقت يجب ازاي؟ دايما سعد يقول ايه؟ نحكم الشعب. مرة يقول بالاختيار الفقهي، ثم مرة يقول بالاجتهاد المطلق، ثم مرة يقول لك بالأخذ من القرآن فقط، وبعدين النهاردة بيقول نحكم الشعب. طب الشعب ضد ده. الشعب جعل الثانية في الدستور أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، مش مصدر رئيسي زي ما كانت في 70، لا، المصدر الرئيسي معرفة بقال. ادي البرلمان عندك اهو. البرلمان مش هيعمل كده. بيقول لي في مقاسي موجودة. نعم في مقاسي موجودة، وياما عملنا حلقات هنا علشان نقول للناس اوعوا تظلموا اخواتكم البنات، اوعوا تحرموهم من الميراث، اوعوا تنتقصوا كذا. والمقاسي دي هتخلص لما نساوي بين الرجل والمرأة؟ ولا هتخلص ولا حاجة. دي هيبقى في حجة للمغتصب انه يقول لها انت ليكي 1 مليون وانا ليا 2، بس القانون بيديكي 1.5، فالنص ده مظلومية، ولذلك انا مش هديكي حاجة. ده عامل زي الطلاق الشفوي بالظبط. كل يوم الصبح عموم الناس اللي ابتلينا بالفتوى معاهم هيقول لها صباح الخير اعملي لي شاي، لما عملت طب انت طارق، انت طلقتني، لا ما طلقتكيش، ما الدكتور سعد بيقول لا يقع. اذا احنا هنبقى في فوضى، لان احنا هنسيب النطاق بتاعنا اللي هو الدايرة بتاعت الاسلام.